جايب لكم بقى النهارده عم ابراهيم يا ولي النعم. الاول نزلت سيدنا الحسين، طبعا نزلت طبعا لازم اتمشى في خان الخليل، وخدت الصورة قدام الجامع، وبعدها دخلت صليت وقلت بقى اخش عند المقام. حاجة بقى بسم الله ما شاء الله، حاجة تفرح. طبعا كان يوم مولد النبوي الشريف، وطبعا الناس هناك يعني كلهم بيهتفوا بصوت واحد وبيمدحوا بصوت واحد. حاجة روحانية جميلة جدا جدا جدا، بسم الله ما شاء الله. المقام نفسه حاجة جميلة أوي 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 ما شاء الله. أجمل يوم هناك يوم من مولد النبوي الشريف صلى الله عليه وسلم. وبعد ما خلصنا الصلاة بقى وزعوا علينا حلاوة المولد. بعدها خرجت بقى وطلعت صورت شوية انتيكات وحاجات. كل انتيكة من دول محتاجة فيديو لوحده عشان تقدر تطلع كل التفاصيل والشغل اللي معمول يدوي فيها. حاجات تحف. انا ما كنتش عايز امشي بصراحة من الشارع من كتر الجمال والحاجات الحلوة اللي موجودة فيه. كل قطعة ليها يعني تفاصيل جميلة جدا جدا جدا. والحاجات بقى النحاس والسلاسل والحاجات اللي هي انتيكات والحاجات اللي هي الرخام. وبعدها بقى طلعت افطر عند عم ابراهيم. عم ابراهيم بقى بيعمل سندوتشات ملهاش حل. بص كده، جبنه بالطماطم وعليها خيار، طعمها جميل بصراحه. ربنا يبارك له يا رب. وعلى فكره كل السندوتشات اللي بيعملها لله من غير فلوس. ما ينفعش عشان كده اطلع عن ابراهيم بقى. ابراهيم ده احنا ابراهيم ما كناش وزي ما شفتوا عم ابراهيم كان هيقع من كتر التعب من صباحيه ربنا، واقف بيعمل سندوتشات للناس في الشمس. بس ربنا يجازيه خير باذن الله. كل سنه وانتم طيبين، وسنه سعيده عليكم بمناسبه مولد النبي.